يا ترى هل حصل معاك قبل كده ان انت قلت لنفسك الجملة دي: انا مش عارف انا ليه عملت التصرف الفلاني ده، او القرار ده ما كانش منطقي خالص، او قلت لنفسك انا كنت متأكد ان ده الصح وطلع العكس تماما؟ اهو ده بالضبط اللي بيبدأ بيه كتاب التفكير بسرعة والتفكير ببطء. الكتاب ده هيخليك تفهم دماغك بتشتغل ازاي، ومين اللي بياخد القرار الحقيقي جواك. خليك معانا لأن اللي جاي ممكن يغير طريقتك في التفكير تماما. أول حاجة معانا إن إحنا عندنا نظامين بيحركوا دماغك: نظام اسمه النظام واحد، ونظام اسمه النظام اتنين. دانيال كانيمان بيقولك إن جواك في شخصيتين مش بيظهروا على المسرح، لكنهم دايما شغالين ورا الكواليس. النظام الأول أو النظام رقم واحد ده السريع والتلقائي والحدسي. ده أول ما بتشوف شخص بترتاح له، أو أول ما تسمع رقم معين تقوم قايل ياه ده كتير قوي. ده اللي بيخليك ترد بسرعة وتتصرف بدون تفكير، تاخد قرار بسرعة لأنك حاسس. بس استنى كده، النظام ده بيغلط كتير لأنه بيعتمد على الحدس والانطباعات السريعة. يعني ممكن تحكم على شخص أو موقف بشكل خاطئ تماما. أما النظام التاني ده البطيء العاقل التحليلي، لما تيجي تحل مسألة صعبة أو تاخد قرار مهم، هنا بيشتغل النظام رقم اتنين. بياخد وقت بس بيفكر بعمق، يقولك ايه المشكلة. النظام ده بيكسل أحيانا يشتغل لأنه بياخد مجهود وطاقة ودماغك مش بتحبه دايما. يعني لو خدنا مثال وقلت لك، أو لو حد سألك 7 في 18 بكام، هتلاقي نفسك سكت ودماغك وقفت تفكر. ده النظام رقم اتنين اللي اشتغل دلوقتي. طيب عندنا عايزين نعرف ايه كمان في الكتاب؟ اللي عايزين نعرفه ان دماغك مش منطقي قوي زي ما انت فاكر. اخطر حاجة في الكتاب هو ان الكاتب بيكشف لنا ان دماغنا بيعمل اختصارات في التفكير اسمها انحيازات معرفية، ومن غير ما بتحس بتقع في نفس الاخطاء كل يوم. زي ايه؟ زي انحياز التوافر. يعني مثلا لو حصلت حادثة طيارة، فجأة تحس ان الطيران كله بقى خطر، رغم ان عمليا السواقة للعربيات حوادثها اكتر بكتير، والناس اللي بتموت في حوادث السيارات اكتر بكتير من اللي بيموتوا في حوادث الطيران. لكن ليه احنا بنخاف قوي من الطيران كده؟ لأن الطيارة موقف قوي ومتكرر أحيانا في الإعلام، فدماغك بيتصور إن هو ده الشائع، وإن الوقع منه بموتة بشكل نهائي. لو خدنا انحياز تاني اسمه انحياز الثقة الزائدة، كلنا بنحب نحس إننا فاهمين، بس الحقيقة إن إحنا بنبالغ في تقدير معرفتنا. دماغك بيقولك أنا متأكد، بس الحقيقة أنا كنت بخمن. عندنا انحياز تالت زي السببية الوهمية، إننا بنربط كل حاجة بأسباب وهمية لمجرد إن الأحداث حصلت ورا بعض. فيقولك مثلا حصل أكيد التصرف الفلاني وبعده حصل تصرف تاني، إذن الأولاني سبب للتاني بشكل كامل. بس ده كتير من الحاجات مفيش أي علاقة أصلا بين الموقف الأولاني والتاني، بس احنا بنخلق قصة عشان نرتاح نفسيا. زي لو شفت شخص وبعدها حصل لك مشكلة معينة، فتقوم قايل الشخص ده نحس لأن أنا شفته وبعدها حصل تصرف تاني، إذن الأولاني سبب للتصرف أو الموقف التاني، مع إن في الحقيقة مفيش أي علاقة. برضو في حاجة مهمة في الكتاب بيقولك إن ذاكرتك مش بتسجل الحقيقة، مش بتسجل الأحداث اللي بتحصل معاك زي ما هي، وإنما بتسجل أنت حسيت بإيه في المواقف اللي أنت بتفتكرها. ده جزء عبقري في الكتاب، لأنه بيقولك إنك لما بتفتكر موقف أنت مش بتفكره أو مش بتفتكره زي ما حصل، وإنما بتفتكره زي ما حسيت وقتها. يعني مثلا لو رحت عند دكتور أسنان وقعدت نص ساعة حسيت بألم خفيف، وفي الآخر حصل لك ألم جامد لمدة دقيقة، دماغك هيفتكر إن الزيارة كلها كانت فظيعة عشان آخر دقيقة كانت سيئة. ده اسمه تجربة تساوي الذكرى في الإحساس.
يعني ايه؟ يعني التجربة ممكن تكون عادية، بس الذكرى بتاعتها بتتلخص في قمة الألم أو قمة المتعة زائد نهاية الموقف، وده بيأثر على قراراتك المستقبلية. طب نعمل ايه في حاجة زي كده؟ أهم درس في الكتاب إنك ما تعتمدش دايما على أول انطباع أو على دماغك لما تكون مستعجلة أو تحت ضغط. ولما تحس إنك بتتصرف بسرعة، اقف لحظة واسأل نفسك: هل أنا فعلا بفكر ولا النظام الأولاني هو اللي سايقني؟ ولما تحس إنك متأكد بزيادة من رأيك، راجع نفسك، لأن أكتر غلطة بنقع فيها هو إننا فاكرين إننا أكيد صح. كتاب التفكير بسرعة والتفكير ببطء بيقولك بطل التفكير السريع. مش بس كده، هو مش بيقولك بس بطل التفكير السريع، ولكن بيقولك اعرف امتى تستخدمه لأنه مفيد في بعض المواقف. اعرف امتى تستخدم كل نظام، وامتى توقف وتفكر ببطء بدل ما تغلط. لو وصلت لحد هنا فانت غالبا بتفكر بنظام رقم 2 دلوقتي، وأحييك على ده. عشان كده قولي في الكومنتات ايه اكتر موقف فاكره انت اتسرعت فيه، وايه اللي كان ممكن تعمله بشكل مختلف بعد ما عرفت النظامين دول. وتابعنا عشان هنعمل فيديوهات اكتر في المواضيع ديت الفترة القادمة.